مرحبا بكم يا أصدقائي. اليوم سنتحدث عن موضوع مثير للاهتمام: كيف تتكيف الكائنات الحية مع بيئتها؟ وسنركز بشكل خاص على الخفافيش. أولاً، هل تعلمون أن الكائنات الحية تحتاج للتكيف مع بيئتها للبقاء على قيد الحياة؟ فمثلاً، عندما يكون الجو بارداً نرتدي ملابس دافئة، هذا نوع من التكيف. والآن دعونا نتحدث عن بطل قصتنا اليوم، الخفاش. هل تعلمون أن الخفافيش يمكنها الطيران مثل الطيور، وأنها تأكل الحشرات المزعجة مثل البعوض، بل إنها تساعد في تلقيح الزهور مثل النحل والفراشات؟ لكن هناك شيء مميز جداً عن الخفافيش: إنها حيوانات ليلية، أي أنها تنشط في الليل. ولكن كيف تستطيع الرؤية في الظلام؟ حسناً، لدى الخفافيش طريقة خاصة للتنقل تسمى تحديد الموقع بالصدى. إنها تصدر أصواتاً عالية جداً لا نستطيع سماعها، ثم تستمع لصدى هذه الأصوات لتعرف ما يحيط بها. في المرة القادمة سنتعلم المزيد عن هذه الطريقة المدهشة، وكيف تساعد الخفافيش في التنقل واصطياد فرائسها. تذكروا يا أصدقائي، كل كائن حي له دور مهم في الطبيعة. حتى الخفافيش التي قد تبدو مخيفة هي في الحقيقة مفيدة جداً لنا وللبيئة. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة وتنشروها بين أصدقائكم.